الحاجه دي بره ولا حاجه؟ بنته صاحب الحاجه. السلام عليكم، ازيك يا حاج؟ اخبارك؟ الله يكرمك. ربنا يكرمك. الله يكرمك. ممكن تعرفنا بس بالحاجه؟ دي مثلا حاجه تذكاريه للسياح، فيها طابع مصريه وفيها الشيل المصري القديم، ودي بطاطس وبطاطا مصرية ملغيه قديمه بالمهلبية. تسلم يا حجاج. صباح الفل. صباحكم فل. العمارة دي من سنة 1920. احنا في وسط البلد مش في اوروبا. احنا عند الامريكيين وطالعين من وسط البلد، رايحين على شارع عماد الدين، رايحين نشوف الانتيكات. وده الصف التاني سوق ديانا. كل الشوارع الجانبية دي هتلاقي فيها ناس بتبيع انتيكات. السوق هنا بيعتمد على الفصال، يعني ما نقدرش نقول لك القطعة دي بكام. القطعة دي ممكن تكون ب700 جنيه، منفصل ناخدها ب300، ناخدها ب250، ناخدها ب400. فهو معتمد اساسا على الفصال. يعني انت لما تروح السوق هتفاصل مرة واتنين وتلاتة، وهتبص مرة واتنين وتلاتة. السوق ده بيتعمل كل يوم سبت من الساعة 8 صباحا لحد الساعة 11 بالليل. نبدأ بقى جولتنا ونتفرج على أجمل حاجات موجودة في الدنيا، هترجعك لأيام جدتك وجدك، وهتتفرج على تحف كانت موجودة في كل بيت عندنا. أنا بصراحة وأنا بلف مش عارف أشتري ولا أتفرج ولا أصور. ما كنتش عارف، لأن كان في حاجات مش ممكن تتساب. يعني أنت بتشوف حاجات لقط عمرك ما هتفكر إنك أنت تسيبها، فكنت لازم تشتريها. أنا في آخر الفيديو هوريكم حاجات أنا اشتريتها، حاجات ملهاش حل، هفرجكم عليها وهعرضها لكم وهقول لكم سعرها كام. ده بيبيع كاميرات قديمة، شوية ساعات، شوية بلاويز، فيها عنده كمان شنط، شوية سلاسل، شوية زمزميات، حاجات كده بسيطة. في بعض الكتب بتاعت ميكي وبتاعت ذكريات قديمة أوي دي. ده بيبيع كل حاجة، حتى الخشب اللي ورا ده بيتباع. دي ترابيزات بتاعت خياطة، هجيبها لكم من قدام. دي الترابيزات بتاعت الخياطة بتاعت زمان كلها. والخشب اللي ورا كمان كله ده بيتباع، ترابيزات، شوية براويز. جراموفون ده ممتع بالاسطوانات بتاعته. انا لقيت جراموفون ولقيت اسطوانات كمان بتتباع، والاسطوانات شغالة. كل دي اسطوانات، بس في منها بايظ وفي منها شغال. دي حاجات نحاس. الانتيكات اللي ورا دي خشب
اللي ورا خالص ده راديو، ودول 2 جراموفون. التليفون الاسود ده بكام؟ 500. كل اللي انت هتتخيله واللي مش هتتخيله هتلاقيه موجود في المكان ده. في حاجات عمرك ما كنت هتتخيل انها تكون موجودة، هي موجودة. وهتلاقي حاجات ملهاش حل، حاجات من عصور مثلا عدى عليها تقريبا حوالي 100 سنة ولا 150 سنة موجودة برضو عنده. شوية كده وهنشوف عبارة عن راديوهات بالكفر بتاعها، ليها راديو كفر. بس كل حاجة ليها سعر، والسعر فيه فصال. يعني مش هنقدر نقول ان في حاجة سعرها ثابت، الاسعار كلها مختلفة. هتفاصل مرة وهتفاصل 2 وهتفاصل 3 لغاية ما يكون تشوف السعر المناسب ليك تاخده. وانت ماشي هنا اول حاجة هتحس بيها انك انت رجعت بالزمن لورا. مش بتشوف بضاعة، انت بتشوف اعمار، بتشوف ساعات، بتشوف فوانيس، راديوهات قديمة، كراسي قديم، نيش، مكنة خياطة، مرايات شافت أجيال، عمر من زمن فات. الأبريق ده مثلا أبريق نحاس، الراجل فضل يفاصل فيه من 1700 جنيه، فضل يحطه، فضل يطلعه وياخده ويسيبه ويمشي، فضل يفاصل فيه لحد ما خده ب500 جنيه بس. التليفونات السوداء دي شيء ممتع جدا. انا قعدت ادور على واحد بيشتغل بس للاسف ما لقيتش. بس هما ممتعين، هما شكلهم ملهمش حل، انتيك هتتحط حتى في البيت. في اخر الفيديو برضو هوريكم اللي انا اشتريته. الابريق ده نحاس، ده كان مصمم يبيعه ب 3000 جنيه، مش راضي يتنازل عن سعره. ده راديو من الراديوهات القديمة. هو انا مش محتاج ان انا اشرح الحاجة نفسها شرحة نفسها. الحاجة في منتهى الجمال في الدنيا. دي اسطوانة لمحمد عبد الوهاب، الاسطوانة دي شغالة، انا خدتها وكانت بتشتغل، جربناها عنده برضو. هي مكتوب عليها مطرب الملوك الأستاذ محمد عبد الوهاب. كلنا بنحب القمر. وليها سيريال نمبر، يعني السداية دي أو الأسطوانة دي، آسف، ليها سيريال نمبر، وكانت بتتعمل هنا في مصر. قلت لكم زوم عليها عشان تشوفوها كويس. عم محمد ده جميل قوي، أنا استأذنته علشان أصور
وهو خلاني اصور وقعد يشرح لي كمان العملات. السلام عليكم، ازيك يا حاج؟ اخبارك؟ الله يكرمك. ربنا يكرمك. بتفاصيلها واتعملت سنة كام. نسمع مع بعض. دي مثلا حاجه تذكاريه للسياح، فيها طابع مصريه وفيها الشيلين المصري القديم، ودي سبعينات، بطاطس وعملات وبطاطا مصريه مصرية ملغيه قديمه. بالمهلبية. تسلم يا حجاج. هنا صباحك فل. صباحكم فل. هنا عملات مصريه خالصه، هنا عملات عربي واجنبي، هنا عملات انجليزي. نهار في دي الصلاة عملات مصر. فرج زي العسل ان شاء الله. العسل. يسهل لكم يا رب، كل سنة وانتم طيبين. ده بنبت عندي 5 برضه. خمسه. بحبها دي. يا رب يخليك يا تحت حاج. البخور الوحش. يا رب يبارك لك. ربنا يوسع عليك. دي عملات مصريه ورق. دي عملات عربي. دي بيضه. دول سعرهم كام يا حاج؟ جنيهات يعني 50 جنيه الورق. والعشرة؟ اتفضل يا شيخ. 75. ابواتها 10 دي ايمن فصلها لي، ايمن فصلها لي، عايز ياخد الثلاثه ب 1700. اول مرة واحد اشوف جيلاتي بقشره. والاربعه الاربعه عايز ياخد الاربعه دول ب 1900. خليها 2000. الجنيه بتاع السنه لو ربع جنيه. مع بعض يعني بارك هنا اللي مصورين بقى. دول مصارعين كده ليه يا عم؟ لا مش انت منين؟ عاوز تشتري هو دي مشكلته، انت استعدل معاه برضه. ده سليماني اصلي يمني. دي اول 10 جنيه طلعت بعد الملك فاروق. هي ال 10 دي. فلننظر ماذا يفعل. دي ال 10 دي اول 10 طبعناها بعد الملك ماذا فاروق. تضعه قبل ان يصفر؟ ايام جمال عبد الناصر. دي اول 10 16 جرام جنيه طلعت بعد الملك فاروق. ودي طلعت بعديها. دي ايام السادات لما مات عبد الناصر السادات طبع ال 10 دي بنسميها 10 الجامع 16 جرام ب مع الجنيه ده. انت سليماني نوادي. تسلم يا حجاج، تسلم ايدك. تسلم يا حاج. حبيبي كتر خيرك حبيبي. ربنا كل سنه وانت ربنا يكرمك. عم محمد شرح لي كل حاجة بالتفصيل، ما خدش مني مقابل للتصوير، ما اشتريتش منه حاجة خالص. وعم سيد عزم عليا ببطاطا، الناس قلبها زي زمان. الفيديو مدته حوالي ساعة ونص، انا ما حبيتش اطول عليكم. نزلت جزء النهاردة وهنزل جزء تاني بكرة وجزء تالت بعد بكرة. لو وصلت معايا لحد هنا ياريت تعمل لايك وشير وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. شكرا ليكم وشكرا لذوقكم، شرفتوني وشرفتوا سوق ديانا. سلام عليكم. ويلكم تو ايجيبت يا محمد الصعيدي، ماركت ديانا بلس. حاجات من زمن فات، خش على حاجات من زمن فات وارجع معايا بالذكريات. اصور كم دي؟ صور. ما انا لازم استأذن، يعني. المروحه دي عامله 1500 ليك انت، كنت بتكلم في 2000. ويلكم تو ايجيبت يا محمد الصعيدي، ماركت ديانا بلس.